هاي ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده فيديو انتوا طلبتوا كتير قوي وبتسألوه كتير قوي، وهو ازاي اقنعتي اهلك علشان تقدري تيجي وانتي بنت لوحدك وكل الكلام ده. اعذروني طبعا على صوتي عشان اخده دور برد في الصيف. ايوه، اوكي. بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو زي ما احنا متعودين، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ الفيديو. للي ما يعرفش، انا اسمي مونيكا. انا من مدينة سوهاج. للي ما يعرفش، عشان احاول ان انا اوضح لكم اني قد ايه الموضوع صعب عندنا اكتر في الصعيد مش بحري. بما ان انا من الصعيد من سوهاج، فاكيد اهلي ما كانوش موافقين من الوهلة الاولى، اللي مجرد ما اقول ان انا عايزة اسافر اكيد وافقوا يعني. المهم مش هطول عليكم، هعرفكم الاول عن نفسي وبعدين هندخل في الموضوع. انا جيت روسيا من بعد الثانويه العامه في 2018، من ساعه 2018 وانا موجوده هنا. أم، تعالوا ندخل في الموضوع على طول واقول لكم ان ازاي اقنعت اهلي. مبدئيا انا في الثانويه العامه ما كانش، انا دفعه 2018، فما كانش حظي احسن حاجه للامانه يعني. ف يعني انا اللي جبت المجموع لا تحت ولا فوق، اللي هو يعني مجموعي كان حلو، بس ما فيش حاجة حكومية كانت قبلاني، والخاص كان اسعاره تقيلة جدا. وطبعا يعني كنت بشوف حلم بيضيع قدام عينيا، وانا نفسي ان انا ادخل الحلم ومش عارفة اكمله او مش عارفة اوصله. فدي كانت اكتر حاجة يعني وجعتني ووجعت اهلي اكيد. ف يعني فترة الثانوية العامة دي انا صدقوني انا ما ضغطتش على اهلي، ولكن هم حسوا بيا. انا كنت واحده بذاكر في اليوم اكتر من 12 او 13 ساعه، ده بعيد عن الدروس اللي كنت باخدها في الفتره، بعيد عن الدروس. كنت ارجع من الدرس يعني كنت اصحى الساعه 4 الصبح، وبعد كده استمر لحد 12 بالليل، واوقات لحد الساعه 2 بالليل من كتر التوتر العصبي اللي كان عندي. كان ممكن انام في اليوم 4 ساعات 5 ساعات. وكنت عايشه طول حياتي على الكوفي، يعني اصحى كوفي انام كوفي. أه يعني كانت حالتي النفسيه مش احسن حاجه، وكنت بذاكر بطريقه غبيه جدا. يعني انا حسيت دلوقتي ان هي كانت طريقه غبيه، ولكن كانت الثانويه العامه عايزه كده. بس برضو ما كانش ليا طريق في مصر، او ما كانش ليا الجامعه ان انا عايزاها ان انا ادخلها في مصر. ف وقتها يعني للأمانة أنا ما قلتش أي حاجة ولا عملت أي حاجة، أنا كنت سلبية بأقصى درجة. إن أنا كنت بس ببكي، مش بعمل أي حاجة يعني، وما كنتش بدي أي رياكشن لأي حاجة، ولا خلاص. يعني عارفين لما تبقى أول وجع جايلكم من حاجة انتوا تعبتوا فيها قوي، ففجأة بتلاقوا ان تعبكم كله كسرة قلبكم، فبتشعروا باللامبالاة. وانا كان اول مره احس باللامبالاه دي كانت في بعد فتره الثانويه العامه، لو حسيت فعلا بشعور الكسره. مش كسره من حد اهلي او لا، كسره من ذات نفسي، اني انا تعبت على حاجه بس ما قدرتش ان انا اجيبها. ولما عملت التظلم اكتشفت ان انا عندي في حاجات مش متصححه، وكان حوار كبير قوي يعني. فالمهم في فتره التقديمات والتنسيق وكل ده، صعب عليا ان انا مش قادره ادخل اي كليه من اللي انا كنت بحلم بيها. وطبعا كنت راسمة حياتي يعني ان انا هسافر وكده. أم، بعدها بالصدفة البحتة كان بيبقى فيه اعلانات عن روسيا واوكرانيا وكده، فانا كنت بدخل ابص وانا عارفة ان الاسعار كتيرة جدا واهلي اكيد مش هيسفروني، فحتى ما كانش بيبقى عندي فضول ان انا اسال على سعر جامعة معينة او ارخص جامعة، او ما كانش بيبقى عندي حتى فضول ان انا اعرف ايه اسعار الجامعات. انا كنت عارفة ومتأكدة اني اهلي مش هيسفروني، اولا بنت، ثانيا الفلوس هتكون كتير قوي فهتبقى صعبة يعني. بعد كده سكت جدا وفوضت امري لله. وطبعا يعني كانت حسرة كبيرة قوي بالنسبة لي ان انا بحلم بحاجة وما خدتهاش واخد حاجة تاني. بس قلت الحمد لله طبعا. في فترة اثناء التنسيق واثناء ما انا كنت بقدم على رغبات وكده، في واحد بابا يعرفه، صاحب بابا يعني، اقترح علي ان انا اسافر، بس مش اوكرانيا. كان في الفتره دي مشهوره قوي ان انا اسافر اوكرانيا. اقترح علي ان انا اسافر روسيا. ومن هنا بدات الجوله. يعني البدايه، اللي ما يعرفنيش انا شخصيه عصاميه يعني. انا شخصيه اعتماديه على نفسي من الدرجه الاولى.
حتى من وانا في بيت اهلي، يعني كنت بحب دايما اشتغل، ما بحبش دايما اقعد، ما يعني حاجتي بخلصها لنفسي. فعشان كده كان اهلي ده كان اكبر دافع ليهم ان هم يسفروني، لاني كانوا عارفين ان انا شخصية اعتمادية اكتر، وعارفين ان انا مش بعتمد على حد ولكن بعتمد على نفسي. عارفين ان انا شخصية بعرف اتحمل المسؤولية، فدي كانت برضو اكتر حاجة خلتهم ياخدوا بوش في الموضوع، ان هم يندفعوا يعني ويسفروني. طبعا مش هقول لكم الموضوع كان سهل وبسيط وما حصلش خناقات، لا بالعكس، الموضوع كان صعب جدا، وكتير قوي من عائلات اهلي وكده كانوا بيحاولوا ان هم يوقفوا الموضوع، وعلشان ما سافرش. وكان كلهم بيضغطوا على بابا ويقولوا يا بنت ازاي تسافر لوحدها. بس بابا كان واثق فيا، وماما كمان كانت واثقه فيا، رغم كان صعب عليها ان هي تسيبني وان انا اروح مدينه تانية وهعيش لوحدي وحوارات كتير قوي. ولكن هي كانت عارفة ان انا قد المسؤولية، فيمكن هي اللي قدرت تقنع بابا وكده. والدي مش من اول مرة اكيد اقتنع، ولكن كان في محاولات كتير قوي ان انا اقنعه، والحمد لله هو اقتنع، لان هو عارف ان انا مش شخصية، مش ببكي مش بعيط. هعرف ان انا اتحمل المسؤولية، هعرف ان انا اعيش نفسي، هعرف ان انا اكمل نفسي بنفسي. فعلشان كده اللي كل اللي بيسألني ازاي اقنعتي اهلك تسافروا، صدقوني هم لو لقيوا انه فيكم حتة ان انتوا تعتمدوا على نفسكم، مش هيترددوا لحظة ان هم يسفروكم. آه، بصوا، الموضوع هنا مش سهل، الغربة مش سهلة، يعني ما اقدرش اقولكم ان الغربة سهلة، ولكن هي مش صعبة لو انتوا تقدروا تتحملوا مسؤولية، وان انتوا من الناس اللي بتشيل مسؤولية من وهي صغيرة. الموضوع هيبقى بالنسبة لكم سهل جدا، وهتقدروا ان انتوا تعملوا حاجة، وهتقدروا ان انتوا يعني تسافروا وتعملوا وتبنوا مستقبلكم. فعلشان كده لكل اللي عايز يسافر ايا كان بنت او ولد، حاولوا تجربوا تعتمدوا على نفسكم فترة اسبوعين. يعني محتاجين تعملوا ورق، محتاجين تخلصوا حاجة، محتاجين. فجربوا تعتمدوا على نفسكم الفترة دي، أكل شرب لبس غسيل. لو لقيتوا نفسكم ان انتوا في الأسبوعين ده هتقدروا، أهلكم يعني كمان هم نفسهم هيطمنوا عليكم، وهيقدروا يثقوا ان انتوا هتقدروا تسافروا. انما لو انتوا ما قدرتوش وسطهم ان انتوا تثبتوا ان انتوا تقدروا، عمرهم ما هيسفروكم. فعشان كده نصيحتي الأولى ليكم اللي هو ابدأوا اعتمدوا على نفسكم. ابدأوا شوفوا انتوا عايزين ايه، ابدأوا جربوا كل انواع الغربة، ولكن جربوها وانتوا موجودين يعني معاهم، وقولوا لهم احنا عايزين ان نعمل يعني زي تيست وكده. ادوني اسبوعين، انا هعتمد على نفسي في كل حاجة، غسيل اكل شرب، وانت يا ماما ما تعمليش حاجة، وانا هعتمد على نفسي. ولو اعتمدتوا على نفسكم في الفترة دي، خلاص، وقتها صدقوني اهلكم نفسهم مش هيرفضوا، واكيد هيوافقوا. فعلشان كده نصيحتي ليكم، عايزين تقنعوا اهلكم، ابدأوا اعتمدوا على نفسكم. بس كده، فيديو النهارده فيديو بسيط قوي، ما فيهوش اي كلام كتير، وهو من تجربتي انا ازاي سافرت، بس كده. وبكده يكون خلص فيديو النهارده. طبعا ما تنسوش لو عندكم اي سؤال، اي استفسار، او اي مساعده في التقديم، تقدروا تتواصلوا معايا على الانستا. وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك. وطبعا مش هقول لكم على السبسكرايب واللايك، بحبه كتير. كانت معكم مونيكا، باي باي.